شفنا مع بعض الفقرة دي ودور المجتمع المدني وسميناها خليك إيجابي. يا ريت كلنا نكون إيجابيين ونساهم في حل كتير من المشاكل اللي بتواجه المجتمع. أستاذة سالي، أستاذ علم النفس السياسي، بنرجع لكلامنا عن دور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية تفعيل دورها في المرحلة القادمة لحل كتير من المشاكل الملحة زي مشكلة أطفال الشوارع اللي شفنا جزء من هذا التقرير عنها. رأيك إيه وتعقيبك على هذا التقرير الأول؟ الحقيقة التقرير ما هوش صادم بالنسبة للي بيعملوا في هذا المجال، يعني اللي بينزلوا ما بنسميه نطلق عليه الميدان اللي هو الشارع. ولكن في 3 رسائل أساسية أحب أن أنا أتكلم عليها في التقرير. الرسالة الأولى، وإحنا وصلنا ليه للمرحلة دي؟ يعني إحنا ليه وصلنا إنه ولادنا بقوا في الشارع وبنحاول ان احنا دلوقتي نعمل لهم نوع من انواع، انا اسفه في الكلمه، الترويض، ان هم يقبلوا تاني ان هم يرجعوا يعيشوا في بيوتهم. الحقيقه بمنتهى البساطه احنا وصلنا للمرحله دي نتاج لسياسات دوله الحقيقه يعني تخلت عن سواء كان عمدا او عن غير عمد عن الفئات المهمشه في المجتمع. فبقى هناك حالة من الناحية الاقتصادية خلت انه يبقى في تسارع في التعليم، علشان الحالة الاقتصادية يعني ما هياش ممكنة الأب والأم ان هم يدخلوا ابنهم يتعلم أو بنتهم، وكمان مش قادرين ان هم يعيشوا الأسرة، فبقى في حالة تفكك أسري. بقى الزوج ممكن يهجر زوجته ويمشي وهي تضطر ان هي تشتغل أي شغلانة عشان تقدر تربيهم، وممكن ما تقدرش، فالعيال بتنزل في الشارع وتبقى أطفال شوارع. ومادام نزل الشارع وعاش العيشة بتاعة الشارع دي، صعب جدا انه يحتاج وقت طويل وجهد طويل انك تقدري ترجعي تاني. بس احنا سمعنا في النقطة دي كلام جميل قوي عن كيفية تدريب هؤلاء الأطفال وإعادة أنا لسه هاجي تأهيلهم وإتاحة فرص عمل صغيرة وإعادتهم للدراسة بعد تسربهم من التعليم اللي حصل. طب احنا برضو ما احنا يعني أفكار جميلة قوي، بس أنا مش شايفاها في حيز التنفيذ. ايه المشكلة يا أستاذة سالي؟ ازاي فعلا احنا بنتكلم كتير وفي أفكار حلوة، طب آليات التنفيذ بقى علشان نهتم بمشكلة زي مشكلة أطفال الشوارع؟ عايزين نكون أكثر إيجابية زي عنوان التقرير كده، ونقول نحل المشكلة دي إزاي، ودي مشكلة كبيرة جدا من المشاكل اللي بتقابل المجتمع المدني. كلام حضرتك صحيح 100%. هي يعني ده دور المجتمع المدني، بس سؤال حضرتك سؤال وجيه الحقيقة. يعني ليه ما بنحسش بالفرق؟ ما بنحسش للفرق لأنه المنظمات الفاعلة في هذا المجال، يعني هناك منظمات مجتمع مدني أكتر من حاجة و30,000 اللي فعلا بيشتغلوا واللي فعلا لهم نشاط نسبة قليلة جدا. فأنت مش هتحسي، لأنه نحن عدد السكاني كبير جدا، أطفال الشوارع عددهم مخيف جدا، وبالتالي حضرتك مش هتحسي بالفرق قوي. لكن ده دور المجتمع المدني، والحقيقة أنا بحيي التقرير لأنه بين لنا الجانب المشرق من مؤسسات المجتمع المدني. الطفل لما بينزل او الشاب بينزل الشارع زي ما قلت لحضرتك ما بيرضاش، بيبقى صعب قوي ان هو يرجع بيته. ده اذا كان في بيت موجود اساسا. اللي بيحصل ان هو السلوك بيحصل فيه انحراف. الانحراف ده ممكن يبقى هيشرب كله او مخدرات او هيتجه بقى للسرقه او وخلافه، مش هندخل في التفاصيل. طيب انا ارجعه ازاي على الطريق السليم؟ ارجعه ان انا بدل ما اديله فلوس، يعني هي كلام الحقيقه الدكتوره هام جدا، بدل ما اديله فلوس في ايده اعلمه حرفه مش عشان بس هو يعني يقدر يصرف على نفسه، ولكن الاهم الحقيقه انه يحس بذاته ويحس بقيمته. لان المواطن او الانسان عموما لما يفقد قيمته اعتقد انه يعني بيحس ان هو لا يساوي شيء. فمهم ان اطفال الشوارع يحسوا بقيمتهم ويحسوا انهم فعلا يقدروا يبقوا مواطنين فاعلين. ودي تجربه الحقيقه رائده وانا بحييها جدا. طب احنا معانا بيسعدنا يكون معانا الاستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الاسبق ورئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الاهليه. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد العزيز. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. اولا وانت طيبه ونعيش دايما بخير ان شاء الله. احنا بنتكلم عن اهميه دور المجتمع المدني في هذه المرحله، وازاي بالفعل يقوم بدوره على اكمل وجه ويكون اكثر ايجابيه لتحقيق نهوض لمصر في قضايا ملحه كلنا بنعاني منها. احنا دلوقتي بنشتغل في اتجاهين 3. الاتجاه الاول المشروعات الصغيره والمتوسطه، ودي عندنا طلبات كتير لقروض بسيطه 3000 5000 جنيه
وعندنا مؤسستين بيعملوا في هذا المجال بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، وبرضه مشاركة بعض رجال الأعمال في تشغيل. طبعا ده موضوع مهم جدا، لأنه ده بيؤدي إلى التشغيل، بيؤدي إلى زيادة الدخل، وبالتالي لابد أن يأخذ ذلك في المرحلة القادمة أهمية أولى 100%. بس عاوزة الحقيقة، وأنا ماشي في مشروع قومي في كل محافظة يبقى فيه جمعية أو مؤسسة أهلية هي اللي بتخرج هذه الأموال إلى صغار الناس. عاوزين نوصل إلى القرى والنجوع. هي في حاجة مش عاوزين نقعد بس في القاهرة والمدن يعني والعواصم. أنا عايزة أسأل حضرتك برضو في نقطة مهمة جدا يا فندم، عن إعادة الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. ازاي يعني يكون في ثقة ما بين هذه الجهات بحيث ان هي نقدر نقدم جديد في هذا المجال؟ احنا عاوزين الحكومة التي ستشكل تضع دور المجتمع المدني في الضوء. احنا عندنا 36,000 جمعية، صحيح مش كلهم بيشتغلوا، انما لابد ان يأخذ المجتمع المدني اهميته فيما يتعلق بالتنمية في المرحلة القادمة. ايوه. الجزء الاقتصادي انا قلت عليه، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الجزء الثاني وهو الخاص بالرعاية. ايوه. وده عندنا مؤسسة للزكاة، وعندنا جمعيات في كل المجالات يعني الحقيقة. هتقدم جديد في المرحلة القادمة في خطة معينة هيتم تحقيقها بإذن الله في المرحلة القادمة، نطمن السادة المشاهدين؟ والله أنا مركز على مكافحة الفقر والعشوائيات. مكافحة الفقر والعشوائيات هم ده، ولابد أن يأخذ هذا الموضوع أولوية أولى. العشوائيات لا يكفيها أنها تخصص الحكومة لها 500 مليون، وأنا أنادي بأنه هذا الرقم لابد أن يضاعف، لأنه إذا قضينا على البؤر الخاصة بالعشوائيات يمكن موضوع الأمن يتحل جزئيا. وأعتقد ده موضوع يعني محل اهتمام الدولة، بس أنا عاوز مضاعفة الجهد فيما يتعلق بالمجالين دول. أيوة سواء كانت العشوائيات أو مكافحة الفقر. وده عن طريق طبعا زي ما قلت إن فتح فرص تشغيل، توعية والتنوير. الشعب محتاج، وهو شعب أمي 40% أمية. عشان كده عايز أسأل حضرتك في مجال محو الأمية، هناك خطط كتيرة اتكلمنا عنها، ولكن عايزينها تصل لحيز التنفيذ فورا، لأن هو التعليم أساس كل شيء علشان نقدر نحقق أي خطة مهمة لمصر. والله أنا بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم اللي مشي، يعني ما هم بيمشوا بأكتر دلوقتي يعني. أيوة. فكنا متفقين معاه على أساس إن احنا ننشئ مدارس ذات الفصل الواحد. عندنا 130 قرية ليس فيها أي مؤسسة تعليمية. أيوة. وإحنا بنحاول دلوقتي مع وزارة التربية والتعليم إن احنا نبني مدرسة من فصل واحد بكل مرافقها عشان محو الأمية. الحاجة الثانية لازم يبقى فيه انسنتيفز، لازم يبقى فيه حوافز للناس اللي هم بتمحى أميتهم، ومن غير كده لا يقبلوا على فصول محو الأمية. الأستاذة سالية عايزة تناقش حضرتك في برضه سؤال تاني. اتفضلي أستاذة سالية. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. أنا الحقيقة عندي سؤالين لحضرتك. السؤال الأول هو يعني رؤية حضرتك وتقييمك لكفاءة مؤسسات المجتمع المدني العاملة حاليا. بتكلم على كفاءة الموظفين أو القائمين عليها. الحاجة الثانية، السؤال الثاني، رؤية حضرتك لتفعيل، إذا كان عندنا 36,000 جمعية، أنا أعلم تماما أن الفاعلين منهم عدد قليل، يعني نسبة تعتبر قليلة. رؤية حضرتك إزاي ممكن نفعل المؤسسات الغير فاعلة حاليا؟ احنا عندنا مركز تدريب على مستوى عالي جدا. على مستوى عالي جدا. بندرب بقى اعضاء مجالس الاداره والعاملين في الجمعيات، لان ده اهم حاجه ان احنا ندربهم على العمل الاجتماعي وعلى دراسه مثلا ازاي يكتب تقرير للجدوى الاقتصاديه. ده موضوع واخد اهميه كبيره، وبنعمل برامج تدريب في كل المحافظات، يعني بنجمع 3 4 محافظات ونعمل لهم تدريب في كل الموضوعات، سواء الموضوع الفني او الموضوع الاجتماعي او الموضوع المالي والاداري. فده برنامج ماشي. واحنا انشأنا مراكز معلومات في كل المحافظات في الاتحادات الاقليميه، بس المفروض تفعيل هذه مراكز المعلومات. ده الجزء الاول. الجزء الثاني طبعا مهم جدا ان احنا نقيم اداء الجمعيات القائمه. لغايه دلوقتي
ما فيش اي نظام لتقييم الجمعيات. بدانا طب ليه ما فيش اي نظام لتقييم الجمعيات؟ وفي الفتره السابقه يا فندم حضرتك عارف مشكله الجمعيات الاهليه ومشكله مؤسسات المجتمع المدني، ليه ما ناخدش خطوه بقى ايجابيه ان احنا بالفعل يبدا التقييم وندعم الجمعيات اللي بتقوم بدور فعال ونستبعد الجزء الاخر؟ يعني اولا هو في استبعاد شهري، كل شهر بيجي لنا كم من المقترحات الخاصه بحل جمعيات او حل مجالس اداره واستبدالها او دعمها يعني. انما المشكله مشكله تمويل، لان ما حدش هيشتغل الا اذا خد فلوس يعني. اكيد. وبالتالي احنا واضعين دلوقتي قدامنا في المرحله القادمه نظام لتقييم الجمعيات، يعني كويس. ايه القيمه المضافه اللي بتضيفها هذه الجمعيه. وبدينا في جمعيات الرعايه الصحيه في القاهره الكبرى. كويس. طبعا طلع صوره مش عاوز اقول لحضرتك يعني يعني هزيله جدا من الجمعيات اللي بتقوم بالرعايه، بعضها يمكن لقيناه مغلق، بعضها ما عندوش امكانيات، فقدرنا نحط ايدينا على المصاعب والمتاعب اللي هم بيقابلوها. الموضوع عاوز خطه على مستوى قومي. اكيد. واعطاء بقى اولويه من اعتمادات ماليه عشان الناس تشتغل. ده يعني بنرجع برضو ده لموضوعنا، الثقه بين الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني عشان يكون في دعم مادي ومعنوي ومن كل الجهات. مظبوط يا فندم؟ والله الكلام كتير. الكلام كتير. بس انا متاكده ان حضرتك بالفعل حريص انك تقدم دور عظيم بيرقى بمؤسسات المجتمع المدني وبيوحد جهودها في هدف واحد، ان احنا نساعد في حل كتير من المشاكل اللي بتواجه مصر. انا بشكر حضرتك جدا جدا على هذه المداخله يا فندم. شكرا دكتور عبد العزيز حجازي. بنرجع لكلامنا وبنقول كده من خلال وجهة نظرك وحضرتك أستاذ لعلم الاجتماع السياسي، ايه اهم المشكلات الملحه المفروض مؤسسات المجتمع المدني تتبناها؟ اولا اديني الاولويات يعني. ده طبعا بخلاف اطفال الشوارع اللي اتكلمنا عنهم من خلال التقرير ومن خلال حديث حضرتك. الأولويات اللي لازم تتبناها مؤسسات المجتمع المدني هي الأولويات اللي بيعاني منها المواطن البسيط. احنا كمواطنين بنعاني من ايه؟ هو ده اللي لازم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة تشتغل عليه. ده عشان يظهر ازاي؟ انا الحقيقة عايزه اربط ده بالتصريح اللي قاله، افتكر اذا ما كنتش غلطانه في الاسم، يعني الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسه. ان هو قال انه هيعملوا مكتب شكاوى للمواطنين بدل ما يتجمهروا قدام، بالظبط كده، وهيعملوا نظام ديوان المظالم. ديوان المظالم. يا ريت يسموه كده لانه فعلا ده اسم لطيف. ده كان زمان على فكرة. كان زمان، ده موجود زمان، وده مهم لانه بيعكس، هو مرايه للواقع اللي احنا بنعيشه. اكيد. بس تفتكري ان يعني هيكون في اهتمام بكل رساله لاي مواطن بسيط عنده مشكله ملحه في حياته؟ اكيد هيبقى فيه مشاكل كتير. هل ده محتاج هيئه متخصصه طبعا لبحث هذه المشاكل بصوره طبعا ايجابيه فعاله، ما نستبعدش مشاكل وناخد بعضها وهكذا؟ لابد يعني الاهتمام بكل مواطن مهما كانت شكوته بسيطه بالنسبه لنا. لابد. يعني احنا كمواطنين بنطالب بحقنا ان احنا نعرف من الدكتور محمد مرسي او من ينوب عنه هو هيكل ديوان المظالم ده هيبقى ايه. يعني الناس هتروح تحط الشكوى بتاعتها. انا مش مهم عندي ده. انا مهم عندي ان انا اعرف المسار اللي هتمشي فيه الشكوى دي شكله ايه، وانا كمواطن اعرف حقي ان انا اتابع شكوتي دي ازاي. بالظبط. وبالتالي لابد يبقى له هيكل زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. لابد يبقى بيمثل، مثلا لو قلنا انه يمثل الوزارات المختلفه المعنيه بشؤون المواطن. ويبقى تحتيها موظفين متخصصين مدربين بشكل عالي جدا، وده موجود على فكره في الدول المتقدمه بشكل عالي، ان هم يتعاملوا مع الشكوى ويبقى في بعد كده مردود او رد فعل للمواطن. شكوته دي وصلت لحد فين؟ يعني مش ممكن ان انا مواطن في مصر في القرن اللي احنا فيه يطلع في التلفزيون اسمعه بيقول انه اصل الدكتور محمد مرسي مش هتاخد منه غير جرة قلم. ما هو شكوى حضرتك عشان الدكتور محمد مرسي يجر قلمه عليها محتاجه ان الدكتور محمد مرسي يبحثها ويشوف اذا حضرتك ليك حق في الوظيفه ولا لا، اذا كان في غبن وقع عليك ولا لا، وده هياخد وقت وهياخد مجهود. هي مش جرة قلم. بالظبط. فلا بد يبقى في منظومه واضحه للمواطن وشفافه. نحن في حاجه انه السلطة الحاكمة في مصر تعاملنا على إننا بني أدمين بنفهم. إن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله تحمل الكثير من التفاؤل يا رب.
وانا متفائله لينا جدا كلنا. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، أنا للاسف بشكر. وقتنا انتهى، لكن انا بشكرك على افكارك الجميله، الله وان شاء يخليك. الله في الفتره القادمه بالفعل المجتمع المدني يقوم يا بدور نهار. هام وفعال في بناء مصر الحديثه باذن شاء الله، الله. ميرسي. وتتحل كتير من مشاكلنا يا رب. بشكرك ميرسي. الاستاذه سالي المهدي، استاذ علم الاجتماع السياسي، وبديوان المظالم اللي اتكلم عنه دكتور محمد مرسي.